يا صباح الخير. وبما ان رمضان بقى شهر مميز كده وبيحب الحلويات الكتير، فطبعا بيكون احسن انك تعملي الحلويات دايما فريش كده في البيت، وكمان بيكون طعمها احلى من اللي بنجيبها من بره بكتير، لان اكيد لو جبتيها من بره مش هتلاقيها بنفس الجودة ولا نفس الطعم. اصلا ما بقوش يستخدموا اي نوع سمنة نظيف ابدا. عملت معاكم في رمضان حلويات شرقي كتير والحمد لله كلها كانت ناجحه جدا. هسيب ليكوا لينك الحلويات الشرقي ان شاء الله في صندوق الوصف. وبما اننا بقى لسه مكملين سلسله حلويات رمضان، فما ينفعش رمضان يعدي من غير ما نعمل ترند رمضان السنه دي اللي هي المكشكشه. بس بصراحه كده انا مش عارفه هي ليه ترند، رغم ان وصفه الجلاش بالتشريبه بتاعته مش جديده علينا ابدا. يعني ممكن نكون عملناها كتير قبل كده، هو ممكن اللي يكون جديد الشكل بس مش اكتر من كده. بس كل اللي اقدر اقوله لكم ان صينيه الجلاش دي كلها كده عباره عن مكونات بجد ولا احلى. بس الميكس اللي موجود في المكونات بتاعه الصينيه دي بيخليكي وانت بتاكلي القطعه كده مش عارفه انت بتاكلي جلاش ولا كاسترد ولا بسبوسه ولا باستري كريم ولا جلاش بجوز الهند ولا بالبسبوسه ولا بالمكسرات ولا بايه ولا ايه. هم كتير بصراحه، بس كل اللي اقدر اقوله لكم ان انتوا هتعملوا الجلاش عباره كده عن طبقات من السعاده. يلا بقى نشوف الجلاش القمر ده عملناه ازاي. بس لو سمحتوا قبل ما نبدا الفيديو عايزه افكركم يا ريت اللي ما عملش اشتراك في القناه يشترك، وكمان يفعل الجرس ويعمل لايك وشير علشان ده بيساعد القناه ان هي تكبر. ويلا نقول بسم الله ونشوف هنعمل ايه. اول وقبل اي حاجه لازم احضر السيرب، لان السيرب لازم يكون بارد. انا استخدمت كوبايتين من السكر وعليهم كوبايتين من الميه، معلقه كبيره من عسل الجلوكوز تقدري تستبدليه بالعسل الابيض، ومعلقه كبيره من عصير الليمون. وكمان بحب احط في السيرب كده نص معلقه صغيره من لون الزعفران. وعلشان تتاكدي ان السيرب ده مش هيسكر معاكي ابدا، غطيه قبل ما ترفعيه على النار، وهترفعيه بقى على نار متوسطه. واول ما يغلي هتسيبيه يغلي لمده 5 دقايق بس، وبعدين هتطفي عليه. انا مش عايزه السيرب يكون تقيل قوي ولا كمان خفيف قوي زي بتاع البسبوسه، انا عايزاه وسط. وتاني حاجة حضرتها في الطبق ده، حطيت كوباية من سميد البسبوسة وعليها نص كوباية من جوز الهند الناعم او الخشن مفيش مشكلة، وهقلبهم مع بعض كويس. وهنا تالت حاجة هحضرها، استخدمت نص كوباية من السمنة البلدي او اي نوع سمنة انت بتفضليه، بس طبعا كل ما طعمها وريحتها هيكونوا حلوين كل ما الجلاش هيطلع طعمه احلى. وبعدين كملت الكوباية بالزيت، يعني المجمل كوباية خليط ما بين السمنة والزيت. ممكن تخلي الكوباية كلها سمنة، بس ما ينفعش ابدا تخلي الكوباية كلها زيت، وما ينفعش كمان تخلي النسبة الاكبر للزيت. وحطيت عليهم باكت من البيكنج باودر، يعني معلقه كبيره كده مليانه، وبعدين قلبتهم مع بعض كويس جدا. وهنا استخدمت لفه من الجلاش عباره عن نص كيلو، بس لازم الفها بفوطه كويس جدا طول ما انا بشتغل علشان الجلاش بينشف بسرعه ومش هتعرفي تلفيه كويس. وهستخدم لفه الجلاش دي ورقه ورقه. اخدت بقى اول ورقه من الجلاش ودهنتها بالسمنه كويس جدا بالفرشه. وميزه بقى الفرشه انك مش هتستخدمي كميه سمنه وزيت كتير. وبعد ما دهنت الورقه بالسمنه والزيت كويس جدا، حطيت عليها بقى من الخليط اللي كنا عاملينه اللي هو سميد البسبوسه على جوز الهند الناعم. وطبعا ما تسيبيش مكان كده في الورقه ما تحطيش فيه من الخلطه دي، لان بجد بتفرق جدا في طعم الجلاش. وبعدين هكشكش الورقه بقى زي المروحه كده اللي كنا بنعملها زمان واحنا صغيرين. وصدقيني طريقه التشكيل دي ما بتاخدش وقت خالص، انت بمجرد كده ما حضرتي مكونات الوصفه انت كده خلاص خلصتي. بصوا هنا انا بدهن الورقه بكميه بسيطه جدا من السمنه والزيت، علشان انا عايزه افوض كميه سمنه وزيت في الكوبايه علشان ارشها كده على وش الصينيه بعد ما اخلصها خالص. وانا طبعا حبيت اشكل معاكم كذا ورقه علشان يكون الموضوع سهل بالنسبه لك وبسيط. ولو انت بقى عايزه تستغني عن خليط سميد البسبوسه وجوز الهند برده مفيش مشكله، يعني ممكن تكشكشي الورقه على السمنه والزيت وبس كده. بس صدقيني سميد البسبوسه وجوز الهند بيدوا طعم حلو جدا للجلاش في الاخر، ما بتبقيش عارفه كده انت بتاكلي جلاش ولا بتاكلي بسبوسه ولا بتاكلي جلاش بجوز الهند ولا ايه بالظبط. واياكي بقى ثم اياكي تنسي اضافه البيكنج باودر على السمنه والزيت، لان اضافه البيكنج باودر دي هي اللي بتورق الجلاش وبتخليه كمان يترفع شويه في الفرن، بتخليه هش جدا وخفيف. وكل ورقه من الجلاش بلفها باخدها بقى ارصها في الصينيه، ومع اول ورقه برصها في الصينيه بحط الكوبايتين دول كده على طرف ورق الجلاش. وبعد برضو ما بحط الورق برجع احط الكوبايتين تاني، لان زي ما انتم شايفين كده الورق على شكل مروحه فممكن يتفك منك بمنتهى السهوله. وطبعا لو ورقه الجلاش مقطوعه زي كده مفيش برضو مشكله خالص، هتتشكل برضو معاكي بمنتهى السهوله. واوعي ترمي اي ورقه من الجلاش ولا اي جزء مقطوع خالص، لان طبعا بتفرق في الطبقات جدا. اهو زي ما انتم شايفين بعد ما لفيت الجزء الاول على شكل مروحه خدته على الجزء التاني وكملت لفه وكأن الورقه ما كانتش مقطوعه ولا اي حاجه. وبعد بقى ما اخلص تشكيل الجلاش كله بالشكل ده هتلاقي شكله قمر كده في الصينيه زي ما انتم شايفين. اي حاجه بقى فضلت منك هتحطيها طبعا على الوش، زي مثلا خلطه سميد البسبوسه وجوز الهند لو فاض منها حاجه هترشيها على الوش. وكمان السمنه والزيت اللي هتفضل معاكي لازم ترشيها على الوش، علشان كده قلتلك ادهني الاوراق بحاجه بسيطه جدا علشان يفضل منك سمنه وزيت وتحطيها في الاخر على الوش. وتعالوا بقى نحضر احلى خليط للتسقيه اللي
يودي الجلاش ده في حته تانية خالص، استخدمت كوبايتين من اللبن وحطيت عليهم معلقتين كبار مليانين من الكاسترد و3 معالق كبار مليانين من السكر البودر وحاجه بسيطه كده من الفانيليا. ممكن تستخدمي ماء ورد او ماء زهر، ولو ما عندكيش سكر بودر تقدري تستخدمي سكر عادي، بس هتضطري بقى ان انت تحطي الخليط ده في الخلاط علشان السكر يتضرب كويس جدا. وطبعا قلبتهم مع بعض على البارد، يعني كوبايتين اللبن يكونوا بدرجه حراره الغرفه مش سخنين ابدا. وهعمل بقى فتحات كتير كده بالمقص في ورق الجلاش علشان انا عايزه خليط التسقيه ده يدخل جوه طبقات الجلاش كويس جدا. وعلى فكره تقدري تستبدلي المعلقتين الكبار من الكاسترد بمعلقتين كبار او 3 كده من الكريم كراميل، وتقدري تستغني عن الكاسترد والكريم كراميل وتحطي مكانهم بيضه وهتقلبيها مع اللبن كويس جدا، وبكده هتكوني عملتي احلى باستري كريم. واول ما تسقي صينيه الجلاش بخليط التسقيه وقتها بقى تبداي ان انت تشغلي الفرن، والفرن يسخن لمده 10 دقائق على درجه حراره 180 علشان على بال ما الفرن يسخن 10 دقائق يكون الجلاش اتشرب الخليط ده كويس جدا. يعني الجلاش القمر ده هيدخل على فرن ساخن مسبقا على درجه حراره 180 في الرف اللي في النص علشان يستوي كويس جدا مع المتابعه طبعا. واول ما تلاقي الصينيه اخدت لون من تحت ومن الجوانب الذهبي الغامق اللي انتوا شايفينه ده ولسه ما اخدتش لون من فوق، فهتطفوا الفرن من تحت وهتولعوا عليه الشوايه حاجه بسيطه علشان تاخد اللون القمر اللي انتوا شايفينه ده. واول ما تخرج من الفرن والجلاش لسه سخن جدا هنسقيها بالشربات البارد اللي بدرجه حراره الغرفه. بعد ما تسقيها بالسيرب هتسيبيها بقى شويه علشان تشرب السيرب كويس جدا. وعلى فكره انا ما استخدمتش كميه السيرب كلها لان انا طبيعتي بحب الحلويات يكون سكرها قليل شويه، فانا يعتبر كده استخدمت كوبايه واحده من السيرب. يعني لو انت عايزه تعملي السيرب كوبايه من السكر وكوبايه من الميه، لو انت زي كده بتحبي الحلويات خفيفه هيكون كويس جدا. وانا بقى بصراحه استنيت عليها يعني على قد ما صبري يسمح، بس ما كانتش بردت. انا بحب اكل الحاجات دي وهي دافيه كده شويه علشان احس بطعم السمنه البلدي، وكمان احس بطعم الكاسترد بقى قبل ما يبرد كده ويتجلد ويبقى عامل زي المهلبيه. وبس كده يا ستي وعملنا احلى صينيه جلاش بميكس وخلطه رهيبه جدا. هتلاقي بقى قطعه الجلاش كده وانت بتاكليها عباره عن طبقات كده ملفوفه ورا بعضها، وكمان هشه جدا وخفيفه طبعا بحكم ان احنا حاطين بيكنج باودر. وكمان بعد ما صبيت السيرب رشيت عليها كده شويه مكسرات علشان يبقى مش ناقصها ولا اي حاجه. شايفين الطبقات عامله ازاي؟ بجد طول ما انت بتاكلي انت مش عارفه انت بتاكلي جلاش ولا بسبوسه ولا جلاش بجوز الهند ولا جلاش بالمكسرات ولا بسبوسه بالكاسترد مثلا ولا جلاش بالكاسترد ولا ايه ولا ايه. بس اللي اقدر اقولهولك انك في كل مره هتحسي ان انت بتاكلي حاجه بطعم مختلف. جربوها بقى في رمضان كنوع من التغيير، حلوه جدا في العزومات، شكلها وطعمها والمكس اللي فيها مختلفين ومميزين جدا. وبكده الفيديو بتاعنا النهارده خلص، نتقابل على خير ان شاء الله في فيديو جديد. اسيبكم في امان الله وحفظه. وبس لو سمحتوا ما تنسوش لو انتوا استفدتوا من الفيديو ده ولو بحاجه بسيطه ما تنسوش تعملوا الخير النهارده وتدعموني بالاشتراك في القناه، واهم حاجه ما تنسوش تفعيل الجرس، تعملوا لايك وشير، وربنا يحسن ما بين ايديكم. بحبكم في الله.